ازيكم يا حلوين؟ النهارده هنحضر دقة الفول العالمية اللي هي بنحطها على الفول، بس بتودي الفول في حتة تانية خالص. اول حاجة كده حطينا نص كوباية كده من الزيت، ده زيت عادي خالص نباتي. عصرنا عليها عصرة ليمونة كبيرة، الليمون اللي معايا دوت اللي هو الليمون الكبير قوي دون. هحط عليها كده عصرة ليمونة كاملة زي ما انتوا شايفين. وحطوا كل الخطوات اللي انتوا هتشوفوها معايا دلوقتي دي علشان بجد هتفرق جدا في الطعم. وبعدين معايا هنا حوالي كوبايه كبيره من الزيت الحار. الزيت الحار يا جماعه دون هي اساس الدقه اصلا بتاعه الفول، فعلا بتودي الفول في حته تانية خالص، وهقولك ازاي تحفظيها دلوقتي. تمام. بعد ما حطينا الزيت والزيت النباتي والزيت الحار وحطينا كمان الليمون، هنحط بقى الملح. طبعا بتحيقي بقى الدقه دي، يعني في حياء الملح اللي انت بتحبيه للفول. هنحط بقى هنا بقى التوابل التانية، هنحط معلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة كمان من الكزبرة زي ما انتوا شايفين كده. وهنحط كمان شوية فلفل اسود. طبعا التوابل دي كلها اللي احنا بنتبل فيها الفول العادية خالص. حطينا كمان شوية من البابريكا اللي معايا دي. وهنحط كمان شوية صغيرين كده من الشطة لو انت حابة ان هي تبقى سبايسي شوية. تمام. وبعد ما نحط الحاجات دي كلها هنجيب بقى هنا حوالي معلقتين كبار كده من الطحينة. الطحينة دي يا جماعة اللي هي الطحينة الخام عادية خالص. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. وهنبدأ بقى نمكس الحاجات دي كلها في بعضيها. وعايزه اقولك بجد هتاكلي شويه فول عالميين. هتقلبيهم كويس جدا، وبعد انا ما عملت الخطوه دي حفظتها عندي في ازازه تبقى جاهزه معايا، لان انا احط عليها شويه صغيرين على الفول. بس عايزه اقولك فعلا بتودي الفول في حته تانية خالص. بتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه دي ان شاء الله هتعجبكم. واستنوني ان شاء الله في وصفات تانية كتيره. سلام. ازيكم يا حلوين؟ النهارده هنحضر دقة الفول العالمية اللي هي بنحطها على الفول، بس بتودي الفول في حتة تانية خالص. اول حاجة كده حطينا نص كوباية كده من الزيت، ده زيت عادي خالص نباتي. عصرنا عليها عصرة ليمونة كبيرة، الليمون اللي معايا دوت اللي هو الليمون الكبير قوي دون. هحط عليها كده عصرة ليمونة كاملة زي ما انتوا شايفين. وحطوا كل الخطوات اللي انتوا هتشوفوها معايا دلوقتي دي علشان بجد هتفرق جدا في الطعم. وبعدين معايا هنا حوالي كوبايه كبيره من الزيت الحار. الزيت الحار يا جماعه دون هي اساس الدقه اصلا بتاعه الفول، فعلا بتودي الفول في حته تانية خالص، وهقولك ازاي تحفظيها دلوقتي. تمام. بعد ما حطينا الزيت والزيت النباتي والزيت الحار وحطينا كمان الليمون، هنحط بقى الملح. طبعا بتحيقي بقى الدقه دي، يعني في حياء الملح اللي انت بتحبيه للفول. هنحط بقى هنا بقى التوابل التانية، هنحط معلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة كمان من الكزبرة زي ما انتوا شايفين كده. وهنحط كمان شوية فلفل اسود. طبعا التوابل دي كلها اللي احنا بنتبل فيها الفول العادية خالص. حطينا كمان شوية من البابريكا اللي معايا دي. وهنحط كمان شوية صغيرين كده من الشطة لو انت حابة ان هي تبقى سبايسي شوية. تمام. وبعد ما نحط الحاجات دي كلها هنجيب بقى هنا حوالي معلقتين كبار كده من الطحينة. الطحينة دي يا جماعة اللي هي الطحينة الخام عادية خالص.